السلام عليكم، انا خالد درغام، طالب في كلية طب اسنان، وجاي النهارده اقول لكم ايه احسن الكتب الخارجية 2025. ياما وقعنا في الطريق ونقوم، لا حزن كان بيدوم ولا جرح بيطول. طبعا بما اننا عارفين ان ثانويه عامه يعني حل كتير، لازم نحل كتير في ثانويه عامه. الحل اهم من الشرح في ثانويه عامه. نتفرج على الشرح ونحل على قد ما نقدر. الحل هيثبت لنا المعلومه، هيعرفنا افكار كتير، هيعرفنا معلومات كتير. فلازم نعرف ايه احسن الكتب الخارجيه اللي هنحلها، وايه الكتب اللي كانت قريبه من الامتحان. مفيش كتاب يا جماعه بيجيب السؤال هو اللي في الكتاب هو اللي بيجي في الامتحان. نادر جدا ان يحصل، وبيحصل مره كل 60 سنه، فما بيحصلش الكلام ده. فلازم نشوف الكتب اللي هنحلها ونعرف ترتيب الكتب. جاهزين؟ يلا بينا. بالنسبه للعربي فانا عندي 3 كتب هم كانوا الاحسن، وطبعا انا حليت كتب كتير في كل المواد، فاقول لكم عيب كل كتاب لو فيه عيوب معينه، او اقول لكم على النقط المهمه بتاعت كل كتاب. في العربي عندنا 3 كتب. اول كتاب هو كيان. كتاب كيان قوي جدا جدا يا جماعه، ومن اقوى الكتب في العربي. كتاب كيان تقريبا في اغلب الفروع فهو متميز جدا جدا. عندنا بعد كتاب كيان كتاب بيان. كتاب بيان بتاع استاذ وليد محسن، كتاب قوي جدا وحلو جدا جدا، في مستوى عالي قوي من النحو، لانه قوي جدا في النحو مخصوص، لانه قوي جدا في النحو بالذات. النحو قوي جدا في كتاب بيان، فلو عايزين تعلوا مستوى النحو علوه مع كتاب بيان. عندنا بعد كده كتاب الامتحان. كتاب الامتحان في ناس بتقول ان هو سهل اوفر، وانا ما شفتش كده بصراحه. كتاب الامتحان كان كويس، مستواه كويس، ممكن يكون بس عشان الاسئله متكرره بقالها كذا سنه ما بيغيروهاش، فعشان كده الناس اتعودت عليها. ولكن كتاب الامتحان كويس كتدريب. بعد كده عندنا كتاب الابداع. كتاب الابداع من الكتب الكويسه برضه، ولكن مشكلته كانت حاجه واحده، ان هو في النحو قوي اوفر. يعني ايه قوي اوفر؟ بيطلع بره المنهج كتير. يعني الحاجات اللي بيقولها في منها كتير مش هتلاقوها في المنهج، هتلاقوا حاجات اوفر وزياده عن اللزوم. فانا شايف ان في النحو الاقوى هو كتاب بيان. كتاب كيان في اغلب الفروع هو متميز فيها وكويس جدا جدا فيها. فانا ارشح لكم اول حاجه تبداوا بيها كتاب كيان او الامتحان، وبعد كده تعلوا ببيان. بيان حلو جدا جدا. كده احنا قلنا احسن الكتب في العربي. نخش على الانجليزي. احسن الكتب في الانجليزي عندنا كتاب المعاصر. كتاب المعاصر كان حلو جدا جدا، بالذات ان هو كان بيجيب كلمات كتير عشان يبقى معاكم حصيله كبيره من المعلومات ومن الكلمات، فكان بيزود لكم كلمات كتير جدا. في كلمات كتير قوي مفيده بعيدا عن المنهج، عشان في الامتحان بيسالكم كلغه اكتر من المنهج. المنهج تقريبا هتلاقوا عليه 6 اسئله بالكتير او حاجه زي كده، فالمنهج مش باهميه اللغه. فعشان كده كتاب المعاصر كان بيزود كلمات بره المنهج كمان، يزود لكم الحصيله بتاعتكم. بعد كده عندنا كتاب العمالقه. كتاب العمالقه من احسن برضو كتب في الانجليزي. كتاب العمالقه انا جربته في المراجعه النهائيه، كان عامل كتاب اسمه الزتونه، كان حلو جدا جدا، وكان فيه معلومات قويه جدا، كان بيدربنا كتير قوي، كان حاطط اسئله كويسه قوي. وبعد كده تالت كتاب وهو كتاب سينيور. كتاب سينيور من المفاجآت بصراحة، أنا جربته في المراجعة النهائية ورجعت أشوف الكتاب بتاع أول السنة، كان حلو أوي أوي وبيفيد، لأنه حاطط معلومات مهمة ومعلومات كتير، وحاطط عدد أسئلة كبير. وخلي بالكم زي ما قلت لكم الانجليزي لغه، فمحتاجين تتدربوا على السكيلز، محتاجين تتدربوا على القطع، فاهتموا جدا بالانجليزي كلغه. بعد كده عندنا كتب الاحياء. الاحياء انا حليت فيها كتير جدا، حليت فيها كتير اوفر، لان انا اصلا كنت بحب الماده دي فحليت فيها كتير، فهتلاقوني عارف كتب كتير في الاحياء، فهتلاقوني بقول لكم على مزايا وعيوب كل كتاب. بالنسبه للاحياء فطبعا بلا منافس المركز الاول لازم نبدا بكتاب الامتحان. ابداوا دايما بكتاب الامتحان في الاحياء. يعني هو مش صعب ومش سهل، يعني هو متوسط مايل للسهوله شويه، ما بيطلعش بره المنهج كتير، فهتلاقوه بيدربكم كويس جدا على المعلومات اللي انتوا لسه واخدينها. فابداوا حلوا بكتاب الامتحان. تاني كتاب معانا في الاحياء وهو كتاب التفوق. كتاب التفوق جميل جدا جدا جدا، ولكن مشكلته ان هو بيطلع بره المنهج شويه صغيره. وزي ما قلت لكم الاحياء من اكتر المواد اللي هتلاقوا الكتب بتطلع بره المنهج فيها، ولكن انتوا حاولوا تحلوا كتير في الاحياء وجمعوا افكار، مش هتخسروا حاجه. بعد كتاب التفوق عندنا تقريبا 3 كتب بيتنافسوا. عندنا كتاب النفيس، كتاب المرجع، وكتاب الدليل. انا برشح كتاب النفيس. كتاب النفيس كان حلو جدا جدا، وكان بيحط اسئله كتير، اسئله فيها فكره، فيها لفه شويه. بعد كده كتاب الدليل. كتاب الدليل برضو من الكتب الكويسه قوي. عندنا كتاب المرجع بحطه في المركز الاخير، كان بيطلع بره المنهج بطريقه اوفر شويه، فعشان كده ما حبيتوش وما حبيتش ان انا ارشحه،
هو كويس، ولكن لو خلصتوا الباقي يعني ما تبداوش بيه ابدا، خليكوا خلصوا اللي انا قلتهم بعد كده خشوا عليه. بعد كده نخش على الفيزياء، واكيد انتوا عارفين امتحان فيزياء 2024 سمعتوا عنه ايه وحصل ايه. فالفيزياء لازم تحلوا فيها كتير جدا، تتدربوا على اشكال اسئله، حلوا كتير جدا جدا في الفيزياء. ففي الفيزياء اكيد بلا منازع برضو المركز الاول واللي لازم نحله اول حاجه هو كتاب الامتحان. كتاب الامتحان حلو قوي، فيه اسئله كتير، فيه اسئله معتدله متوسطه، بتراعي طريقة التفكير بتاعة المنهج، بيربط الأسئلة ببعض. كتاب حلو جدا ومعتدل وجميل جدا نبدأ بيه. بعد كده في كتاب نيوتن. كتاب نيوتن من الكتب برضو الجميلة جدا في الفيزياء، ممكن يكون بيطلع بره المنهج حاجة صغيرة قوي، طبعا مش زي الأحياء الكتب بتطلع بره المنهج اوفر فيها، ولكن الفيزياء كتاب نيوتن ممكن يكون بيطلع في حاجات بسيطة قوي، ولكن هو برضو كويس جدا جدا، ممكن تحلوه بعد الامتحان. برضو في مع الامتحان كتاب الوافي. كتاب الوافي من الكتب الكويسة، مستواها مش أعلى حاجة، ولكن بيحط عدد أسئلة مهول، عدد أسئلة كبير جدا جدا جدا. فكتاب الوافي حلو كتدريب، ولكن مش بيعلي المستوى. فانتوا ابدأوا بالامتحان أو الوافي، وبعد كده نيوتن، وبعد كده الوسام. انا عارف ان في ناس كتير منكم هتتخض من الوسام، في ناس كتير هتقول ده بيقول ان هو صعب اوفر، ده بيقول ان هو بيحط اسئله من كليه هندسه ومن هند ومن السودان ومن الصومال. انا عارف كل ده، فعلا كتاب الوسام ممكن يكون اصعب الكتب اللي انا قلتها، ولكن احنا لازم نتدرب عليه ولازم نحله، مش عايزين حاجه تبقى صعبه علينا خالص. حلوه يا جماعه الكتب دي، فعلا الكتب دي ما بتبقاش زي ما انتم متخيلين. انتوا هتحلوا هتلاقوا سؤال او سؤالين هما اللي بيبقوا اوفر قوي وطالعين بره المنهج بطريقه مش طبيعيه، وانتوا بتعرفوهم وتعرفوا ان هما مش مهمين، ولكن بيبقوا سؤالين او ثلاثه ما بيعدوش كده. اغلب الدرس بيكون عباره عن اسئله بتعلي المستوى بتاع التفكير، وفعلا بتفرق معانا. فخلوا الوسام اخر كتاب نحله، تالت كتاب تقريبا نحله. بعد كده في الكيمياء عندنا كتاب مندليف. كتاب مندليف من اقوى الكتب، برضو ممكن تسمعوا ان هو صعب، ولكن هو جميل جدا، فيه اسئله بتعلي التفكير، فيه اسئله بتدربكم، جميله جدا جدا. فكتاب مندليف من اقوى الكتب في الكيمياء، لازم تجربوه، لازم تحلوه. حلوه دلوقتي، حلوه في المراجعه النهائيه. انا حليته دلوقتي في اول السنه وفي نص السنه، كملت بيه لاخر السنه وحليت منه في المراجعه النهائيه. تاني كتاب وهو كتاب مفاجأة ومش واخد حقه بصراحة، كتاب افوجادرو. كتاب افوجادرو يا جماعة كان رهيب جدا جدا، حليته بيثبت لي المعلومة وفعلا بيجيب اسئلة قوية برضو جدا. فحلوا كتاب افوجادرو، ما تكسلوش تحلوه، فعلا كتاب قوي جدا برضو. تالت كتاب عندنا كتاب الايزو، عندنا كتاب الامتحان، عندنا كتاب التفوق. التلات كتب دول كانوا كويسين جدا. فسواء كتاب الامتحان، التفوق، الوافي، كلهم كتب جميلة جدا. التفوق كانت اسئلته صعبة شوية، محتاجين تحلوه في الاخر شوية، اجلوا التفوق شوية. عندنا الامتحان اسئلته كانت السنة اللي فاتت كويسة، طور من نفسه عن السنين اللي فاتت وعمل اسئلة كويسة، فتقدروا برضو تحلوه. والوافي تدريب اسئله زي ما قلت لكم. الوافي تقريبا كل الكتب في كل المواد بتاعته فيها اسئله كتير، فهو بيعمل اسئله كتير عشان تدريب اكتر واكتر. فارشح لكم طبعا اول حاجه تبداوا بيها مندليف، او لو عايزين تبداوا بالايزو عشان يبقى حاجه سهله تبداوا بيها، وبعد كده مندليف اصعب، بعد كده ممكن تخلوا التفوق المركز الثالث. فكده احنا خلصنا المواد اللي هي بقى اللي عليكم. طبعا عندنا الجيولوجيا والفرنساوي. الفرنساوي ماده مضافه للمجموعه، خلي بالكم محدش يركنها. ممكن في ناس قالت ان هي هتذاكر لها من دلوقتي، وناس قالت ان هي هتخليها لحد اخر شهر قبل الامتحان. الجيولوجيا اتلغت، ده اللي انا اعرفه، فهقولهم بس عشان الناس اللي مأجلة او الناس اللي عايده السنه. عندنا في الفرنساوي عندنا كتاب ميرسي، كتاب برافو. انا كنت بفضل كتاب ميرسي، كان حلو جدا 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 وبيبسط المعلومه، بتجيب تريكات وافكار حلوه قوي. فعندنا ميرسي، بعد كده برافو، بعد كده جينيال، ولكن انا بفضل ميرسي او برافو. بالنسبه للجيولوجيا فاحنا عندنا اول حاجه طبعا بلا منازع برضو الامتحان. كتاب الامتحان في الجيولوجيا حلو جدا، معتدل، بيدي اسئله تدربك وتطور تفكيرك. كتاب حلو قوي، فلازم تحلوه اول واحد. بعد كده ممكن نحل بقى كتاب التفوق. كتاب التفوق من الكتب برضو قوية جدا في الجيولوجيا، بتنزل اسئلة حلوة، اسئلة فيها تشغيل مخ، اسئلة محتاجة تركيز. وبعد كده عندنا الوافي. الوافي برضو من الكتب اللي كانت جميلة قوي في الجيولوجيا، بتدرب برضو على الحل وحلوة جدا جدا جدا. كفاية كده على الجيولوجيا، مش محتاجين اكتر من كده. كده احنا خلصنا المواد بتاعتنا، ولكن زي ما قلت لكم اهم حاجة حل كتير. الحل الكتير هيفرق معاكم جدا جدا.
وقلت لكم قبل كده حاولوا تسجلوا الاخطاء. في الفيديو اللي فات اللي ما شافوش يروح يشوفه، قلت لكم قبل كده سجلوا الاخطاء على قد ما تقدروا. الاخطاء دي يا جماعه والله هتحتاجوها ليله الامتحان. فده كان فيديو النهارده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. مستني رايكم في الكومنتات، رايكم بيهمني جدا جدا. قولوا لي عايزين الفيديو الجاي يبقى عن ايه، عن المدرسين وعن الروتين ولا عن ازاي نذاكر كل ماده. اختاروا الفيديو اللي عايزينه الفتره اللي جايه، وهحاول انزل لكم برده فلوجز او يوميات في طب اسنان لما الدراسه تبدا. فعايز اشوف افكار في الكومنتات، عايز اشوف ارائكم في الكومنتات، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام. يا ما وقعنا في الطريق ونقوم، لا حزن كان بيدوم ولا جرح بيطول.